السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض نطبق الزعتر الفلسطيني. هينعمل بالزعتر الفريش، هيطلع تحفة، من أطيب أنواع الفطاير ممكن تعمليها. طريقة سهلة جدا، مميزة جدا. هذا هو الزعتر الأخضر. كيف بنقيه؟ باخد العرق وبسحب الورق بعكس اتجاه الورقة بالشكل هذا. بحاول أنقيه كله وبدي أغسله كتير منيح، بيحتاج غسيل منيح، يعني بدك 7 8 10 مرات تضلي تغسليه. بعدين بتتركيه بمصفاية حتى يتصافى تماما. نيجي للعجينة. العجينة بدي إلها طحين. طبعا مقادير العجينة حتكون موجودة بالتفصيل في مربع الوصف تحت الفيديو إن شاء الله. بدي أفور الخميرة للعجينة. عملية تفويرها كيف؟ بالكيلة بضيف الخميرة وبضيف عليها شوية سكر ومية دافية، بخلطها وبغطيها بالشكل هذا وبتركها على جنب من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما تفور الخميرة وتطلع رغوة. هذه العملية بتسرع من تخمير العجينة وبنفس الوقت بتخليني أفحص الخميرة إذا بتشتغل أو لا. بضيف على الطحين سكر، زيت زيتون، حليب بودرة أو ممكن تضيفي لبن زبادي. بضيف الخميرة المفورة، ملح، بخلطهم. وبفضل بالمعجنات انك تنخل الطحين لولا مرة واحدة. الآن بدي أعجنها بمية دافية. في أي عجينة بدك تعجنيها كل ما عجنتي أكتر كل ما حصلتي على عجينة أفضل. تعجنيها 10 دقايق ربع ساعة. بعد ما عجنتها تمام هيك ببولة على جنب بضيف زيت زيتون بدهنها. العجينة روعة. بضيف العجينة وبدهن الوجه كمان زيت زيتون. وصفتنا لليوم تعتمد على زيت الزيتون. بغطيها وبتركها على جنب لحد ما يتضاعف حجمها. تمام هيك. نيجي الآن لحشوة الزعتر. بدي بصل مقطع ناعم، عصير ليمون وسماق وزيت زيتون، فلفل أحمر مكبوس. بقليها على النار. بضيف زيت زيتون بكمية منيحة وبقلب البصل. في هذه المرحلة بدي بس أقلب البصل تقليب، يعني يا دوب بس يدبل. بطفي النار وبضيف الزعتر وبقلبهم. في ناس ما بيقلبوش البصل، خلوه زي ما هو، هذا بيرجع حسب رغبتك. أنا بحب إن أقلبه شوية. الآن بدي أضيف السماق المطحون، عصير الليمون، بحاول ما أكترش بس يدوب، وملح، والفلفل الأحمر المكبوس روعة معه. بقلبهم وهيك الحشوة جهزت والعجينة تضاعف حجمها. صينية مدهونة بالزيت بقطع العجينة أقراص. القرص يكون كبير، يعني كأنك بدك تعملي رغيف البيت بالحجم هذا. تمام هيك. الآن بغطيها بنايلون وبريحها تقريبا ربع ساعة. كل ما ريحتي العجينة بتسهل عليكي شغلها. بغمس قطعة العجين بزيت الزيتون وبفردها إما بالشوبك أو بإيديا. أول إشي أنا فردتها بالشوبك، والآن بدي أكمل الفرد بإيديا. تمام هيك. بدي أطبقها لأنه اسمه مطبق.
بضيف كمية من الحشوة. طبعا بتنتبهوا لما تشتروا الزعتر، في نوعين من الزعتر، في زعتر نقدر نستعمله للفطاير وفي زعتر للشرب، بكون بيحرق أكتر للشرب. بعد ما طبقت أول طبقة ضفت كمان كمية من الزعتر، برجع بطبقهم كمان مرة. بحط الفطيرة في الصينية بالشكل هذا. الفطيرة التانية حبيت أعملها بجبنة الفيتا، بضيف جبنة فيتا، بضيف فوقها من حشوة الزعتر، وبطبقها تمام هيك. بعد ما خلصت كل الكمية بدي أرجع أخد أول واحدة وأفردها بالشوبك بالشكل هذا. بدي الزعتر يتداخل مع العجينة. بخبزهم بالفرن على درجة حرارة عالية، وبعد ما يطلعوا بدهنهم بزيت الزيتون. الريحة روعة. بدي أقطع شوية وأورجيكم. شايفين العجينة تحفة. بنصحكم تجربوها، رائع. شكرا لمتابعتكم، حياكم الله.